السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونون الكل بخير وصحة وسلامة. جيت اليوم وياكم بفيديو جديد ويوم جديد اللي هو فطورنا، واللي هو طريقة عمل البرياني. هنا أول ما بلشت خليت شوية من الزيت، كمية من الشعرية، وضفت عليها بهارات بهارات البرياني، وبقيت أحمس بيهم بهاي الطريقة إلى أن تطلع الريحة مالته. هنا عندي حبة من البصل فرمتها ناعم وضفتها عليه، وهمات أحمسها سوا إلى أن تطلع ريحتهم. وهنا أنا ضفت حبتين من الهيل، 3 حبات من القرنفل، ونص حبة من النومي بصرة، وراح همات أحمسهم بهاي الطريقة. وهنا عندي حبة من الطماطة قشرتها وترمتها كلش ناعم. هاي تنطي طعم للبرياني، طعم مو طبيعي، الطعم البرياني كله بهاي الحبة الطماطة. وهمات راح أبدي أحمسها وأقلبها بهذا الشكل. الريحة ما أحكي لكم يا جماعة، ريحة تفشي. وهنا أنا ضفت التمن وهمات حمسته ويا هاي التوابل كلها. هسه راح أضيف الماء. وهنا أنا بعد ما ضفت الماء راح أخليه يستوي على راحته ويتهدر على راحته، وأبلش أسوي بالحشوة. وهنا أنا بديت أسوي بالحشوة. هنا عندي كمية من اللحم قطعتها بهاي الشكل، ضفت عليها حبة من البصل وحمستهم كل زين. جبت البازليا والجزر، بقيت همات أحمس بيهم يعني حمسة خفيفة. وهنا عندي كمية من البوتيتا أو البطاطا، خليت عليهم وهمين قلبتها وياهم. وهنا أنا كملت عندي الحشوة وصارت جاهزة. هاي طريقة البرياني، أسهل شي. هو البرياني إله هواية طرق، بس أني أحب هاي الطريقة دائما معتمدتها لأنه سهلة. وراح أبدي أخليه بصحن التقديم. كلش أحب هاي الطريقة مالت البرياني لأنه أحسها يعني سهلة وسريعة، فدائما معتمدته. اكو هواية طرق يعني للبرياني. اكو ناس يسوون الشعرية واحد ويخلون التمن ابيض، اكو ناس يخلطون الحشوة، بس انا يعني احب هاي الطريقة لانه قلت لكم سهلة، كلش سهلة وسريعة. بما انه اني اليوم قاعدة متأخرة يعني، ف عالسريع سويت الفطور مالتنا والحمد لله. وهنا انا بديت اخليه بالحشوة فوق التمن. حبايبي لا تنسوني باللايك والاشتراك، دعم القناة، هذا الشي يحفزني أكثر وأكثر